أي واحد كيقرا في السيزيام ولا في الأولى باك ضروري ما كيشري الكتاب ديال لا بواط ا ميرفاي، وضروري خصو يعرف المضمون ديالو لأنه كيتحط في الامتحان الجهوي. قبل ما ندخلو في لي ديتاي ديال كل شابيتر ديال لا بواط ا ميرفاي كاينين واحد المعلومات اللي ضروري خصنا نعرفوهم قبل. فكما كتعرفوا أن الكاتب ديال لا بواط ا ميرفاي هو واحد الكاتب مغربي معروف سميتو أحمد الصفريوي، عاش بين 1915 و 2004. هاد لو رومان تكتب في 1952 وتنشر في 1954. النوع ديال هاد لو رومان كيتسمى رومان اوتوبيوغرافيك، اللي فيه كتكون القصة معاودة بلا بروميير بيرسون اللي هي جو، وكيكون لو ناراتور كيعاود لو بوين دو فيو ديالو انترن. الأحداث ديال لا بواط ا ميرفاي كدور في مدينة فاس، بالضبط في المدينة القديمة اللي كيروي فيها لو ناراتور سيدي محمد اللي هو ان انفون عنده 6 سنين، على العائلة، على لو تيم ديال لا فامي وعلى لا سوليتود أي الوحدة اللي كان كيعاني منها. لو رومان ديال لا بواط ا ميرفاي كيتقسم ل 12 شابتر، والأحداث ديالو كدور في 3 ديال الفصول اللي هما الشتا، الربيع والصيف. النيفو ديال الفرنسي اللي مستعمل في سرد الأحداث كيتسمى لونغ كورونت، اللي هو واحد النيفو ستاندار وماشي معقد، يعني الكلمات اللي مستعملين ماشي صعاب وفي نفس الوقت ماشي لونغاج فاميليي. لا بواط ا ميرفاي واخا مكتوب بالفرنسية إنما كيسرد لنا أحداث ديال الثقافة المغربية. كاين بزاف ديال الشخصيات الرئيسية في لا بواط ا ميرفاي، بحال الأم ديال سيدي محمد اللي هي زبيدة، الأب ديالو عبد السلام، بالإضافة للشوافة، مول الحانوت، الفقيه، انسي دو سويت. الحلقة الجاية غادي نتعرفوا على البروميير شابيتر ديال لا بواط ا ميرفاي.